شهري. لو مهتم باخبار تطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، اشترك في القناة وانا هقولك كل ده. اشتري بالتقسيط. كل المطلوب منك لو انت عايز تشتري اي حاجة بالتقسيط ومعكش فلوس ان انت تسددها كاش او تدفع كاش، ان انت تحمل تطبيق شهري وتسجل حساب في التطبيق وتطلب رصيد. طبعا الرصيد ده بيبقى بناء على ان انت يعني هتدخل معلومات عن نفسك، وظيفتك ايه، حدك الائتماني، ازاي تقدر تدفع، قدرتك على الدفع، حاجات كتيرة زي كده، عندك رخصة عربية، حاجات من هذا القبيل يعني. اول ما ينزل لك رصيد على شهري، اللي هو يعني حد ائتماني من شهري، انهم موافقوا على ان انت تشترك معانا في شهري وان انت تدفع اقساط وتشتري زي ما انت عايز من شهري، فبتخش بقى عندك 10,000 منتج، تقدر تنقي منهم اللي انت عايزه وتجرب ان انت تقسط. والتقسيط بيوصلك المنتج لحد باب بيتك مجانا بدون اي مصاريف زيادة. بس الفايدة بتاعت شهري عالية شوية، يعني عشان الناس تبقى فاهمة، انت بتشتري بالقسط، وحدك الائتماني طبعا انا المفروض اعمل عليك استعلام عشان اقدر اقول ان انت هتقدر تدفع ولا مش هتقدر تدفع. فشهري بيوفر عليك حاجات زي كده. وكمان الدفع على شهري ممكن يبقى عن طريق ان انت فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات فوري، ميزة، اي وسيلة دفع تعجبك تقدر تدفع بيها. وطبعا بعد ما بتطلب الاوردر بتاعك بيجيلك عقد لحد البيت، بيبقى منتظرين انت توقع على العقد عشان يبقى انت كده يعني زي ايصالات امانة، زي عقد بينك وبين المكان ان انت بتقسط الحاجة ديت وملتزم بالدفع. العقد خارج للتسليم، وتفعل، وبينزل لك رصيد على شهري. خلاص على كده انت تقدر تشتري بقى كل اللي نفسك فيه، اساس، الكترونيات، اجهزه منزليه. اغلب الناس اللي بتتكلم ان شهري بتتكلم ان شهري فايدته عاليه. العروض بقى بتاعت ان هو بدون مقدم واقساط ميسره، اقساط ميسره واقساط على مده كبيره كمان. لكن بدون مقدم ده عروض ولسه ما نزلتش عروض جديده. اقساط ميسرة طبعا، ده على حسب ان انت في حاجات بتبقى مسافة القسط بتاعتها قليلة، مدة القسط بتاعتها قليلة، وفي حاجات بتبقى المدة بتاعتها كبيرة. كله على حسب سعر المنتج. ما كنتش عارف التطبيق قبل كده، التطبيق بقاله مدة بس نزل عليه شوية تحديثات كويسة جدا وجميلة جدا. ممكن تتعرف على التطبيق اكتر وهتشتري اللي ما كنتش تتخيل انك تشتريه، لانك هتشتري بالتقسيط. بس بسيطة جدا.